قال أبو حازم قالوا كل عمل تكره الموت من بس مكنيات موتن የምትጠላበት ስራ ካለ ተወው ثم لا يضرك متى መቼም ብትሞት እንዳይጎዳ لو تعلم بأحوال أهل القبور የቀብር ሰዎችን ሁኔታ ብታውቅ ኖሮ كم من الموتى في قبورهم ስንት ሙታኖች ናቸው ቀብራቸው ውስጥ የሚቆጩት وكم منهم من يسأل الرجعة فلا يقدرون ስንቶቻቸው መመለስ ጠይቃሉ ግን አይችሉም أما قال الله አላለምን حيل بينهم وبين ما يشتهون ግቦች ተደረገ በእነሱና በሚፈልጉት መካከል ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው إذا لم تكن في طاعة الله አላህን በመታዘዝ ላይ ካልሆነ والاستعداد እሱን للقاء ለማግኘት በመዘጋጀት ላይ ካልሆነ أما قال رسول الله صلى الله عليه የአላህ وسلم መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉምን خيركم من طال ከናንተ عمره በላጩ እድሜው ረዘመና وحسن ስራው عمله ያማረ ነው وشركم من طال عمره وساء ከናንተ عمله መጥፎ እድሜው ረዘመና ስራው የከፋ ነው إن النفس ትንፋሽ قد يخرج ولا ይወጣና يعود ላይ መለስ ይችላል وإن العين አይንም በርግጥ قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز ዳግም وجل አላህ ዘንድ ካልሆነ ላትርገበገብ ትችላለች فليتك ምን አለ تقف على القبر ቀብር ላይ ብትቆም فليتك تقف ምን على አለ القبر ቀብር ላይ ብትቆምና وتذكر أقرانك الذين እነዛ ጓደኞችህን ብታስታውስ وتذكر أقرانك الذين مضوا እነዛ قبلك ካንተ በፊት የሄዱትን ጓደኞችህን ብታስታውስ تأمل أحوالهم تحت ቀብር التراب ውስጥ ያለውን ሁኔታቸውን አስተውል كيف تبددت أجزاؤهم في ቀብራቸው قبورهم ውስጥ አካላቸው እንዴት እንደተበጣጠሰ وكيف ترملت نساؤهم ሚስቶቻቸው እንዴት ብቻቸውን እንደቀሩ وتيتمت أولادهم من بعدهم ልጆቻቸው ከነሱ በኋላ የቲም እንደሆኑ وقسمت أموالهم ገንዘቦቻቸው እንደተከፋፈለ وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم መስጂድና መቀመጫዎቻቸው ከነሱ ነፃ እንደሆነ وانقطعت آثارهم ፋናቸው እንደጠፋ وأنت على هذا الطريق تسير አንተ እዚህ መንገድ ላይ ትሄዳለህ والله በአላህ ይሁንብኝ لن تخرج الأرواح ሩህ አትወጣም والله لن تخرج الأرواح من الدنيا በአላህ ይሁንብኝ ሩህ አትወጣም ከዱንያ حتى تسمع إحدى البشرين ከሁለት ብስራቶች አንዱን ሳትሰማ إما أبشر يا عدو الله بالنار ወይ አብሽር በሳት አንተ ያላህ ጠላት أو أبشر يا ولي الله ወይም አብሽር በጀነት አንተ ያላህ ወዳጅ فإن أردت حسن መጨረሻህ እንዲያምር فالزم الاستقامة ጽናትን ያዝ واعلم أنها أعظم الكرامة እሱ ታላቁ ከራማ እንደሆነ እወቅ وإياك والتسبيح አደራ አደራ ነገ ማለትን وطول الأمل ምኞት ማስረዘም فوالله أكثر بكاء أهل النار ወላሂ የሳት ሰዎች ብዙ ለቅሶ من سوف ولعل ቆይ وعسى አድርገዋል በማለት እየከጀሉ ነው اعلم بارك الله እወቅ فيك አላህ ይባርክህና أن كل شيء تفعله باختيارك ሁሉን ነገር በምርጫህ ታደርገዋለህ إلا الموت ሞት ሲቀር إلا ሞት الموت ሲቀር فلا خيار لك ستموت ምርጫ የለህም ትሞታለህ شئت ወደድክም أم أبيت ጠላህም قال الحسن ሐሰን አሉ فاتق الله يا ابن آدم ያደም ልጅ ሆይ አላህን ፍራ لا تجتمع عليك ሁለት خصلتان ባህሪዎች አይሰብሰቡብህ سكرة የሞት الموت ስካርና وحسرة الفوت والندامة የሞት ቁጭትና ጸጸት فيا لها من ምን ساعة አይነት ሰዓት ናት لا تشبهها ساعة እሷን የሚመስላት ሰዓት የሌለ يتألم فيها أهل በሷ التقى የተቋዋ ባለቤቶች ይሰቃያሉ فكيف بأهل الإضاعة የጎደሎ ባለቤቶችስ እንዴት ሊሆኑ ነው قال عبد الله بن العيسى አብዱላህ ኢብኑ አይዘር እንዲህ አሉ لا بد የግድ ነው لابن آدم من بيتين የአደም ልጅ ሁለት ቤቶች ይኖሩታል بيت على ظهر الأرض አንድ ቤት በመሬት ጀርባ وبيت في بطن አንድ الأرض ቤት ደግሞ በመሬት ሆድ ውስጥ فعمد إلى الذي على الأرض ወደ ምድሩ ቤት አቀናና فزخرفه وزينه አስዋበው አስጌጠው وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب ለሰሜኑም በር ለደቡብም በር አደረገበት وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه ለበጋውና ለክረምት የሚጠቅመውንም አስቀመጠበት ثم عمد إلى الذي في بطن በምድር الأرض ጀርባ ስላለው ቤት አሰበና فخربه ودمره አበላሸው አፈረሰው فأتى عليه آتي فقال አንድ ሰው መጣና አለው أرأيت هذا البيت ይሄን ቤት አየኸው أرأيت هذا البيت الذي أراك قد ይሄን أصلحته ያስተካከልከውን ቤት አየኸው كم تقيم ምን فيه ያክል ጊዜ ትኖርበታለህ كم ምን ستقيم ያክል فيه ትኖርበታለህ قال لا أدري አላውቅም አለ قال فهذا الذي خربته አለ ይሄንን ሲያበላሽኸውን كم تقيم ምን فيه ያክል ትቆይበታለህ قال هنا እዚህ مقام አይደል እንደ መኖሪያዬ አለ فقال تقر بهذا ይሄን ታምናለህ تقر بهذا وتدعي أنك ይሄን عاقل አምነህ ጤነኛ ነኝ እያልክ እየተቀበልክ ነው والله لو علم أهل በአላህ العافية ይሁንብኝ ጤነኛ ሰውነት ባለቤቶች ቢያውቁ ኖሮ ما تضمنته القبور من الأجساد البالية የያዙትን ይለፉ ይታገሉ ነበር لو كان بالقلوب حياة ልብ ውስጥ ህይወት ቢኖር ኖሮ ولكن أسمعت لو ناديت ህይወት حيا ያለውን ብትጣራ ይሰማህ ነበር ولكن لا حياة لمن تنادي አንተ የምትጣራው ግን ህይወት የሌለውን ነው أفق من سكرتك ከስካርህ ንቃ قبل حسرتك ከቁጭትህ በፊት وتذكر نزور حفرتك وهجران
ጉድጓድ ውስጥ መግባትንና ዘመዶችህን መተውን አስብ وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب ከእንቅልፍ ምንጣፍ ላይ ተነስ እኔ ተመልሻለሁ በል وبادر تحصيل الفضائل መልካም ነገሮችን ለመስራት ተቻኮል قبل فوت المطالب የምንፈልገው ከማምለጡ በፊት اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮችን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቋቸው اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮችን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቋቸው واسألوا اللحود عن أهلها ለህዶችንም ስለ ባለቤቶቻቸው ጠይቋቸው هل بعد الشباب إلا الهرم ከወጣትነት በኋላ ሽምግልና እንጂ ሌላ አለ እንዴ አኺራት